انت بتقول ايه؟ ازاي ده حصل اصلا؟ في حاجه يا بابا؟ مالك متعصب كده ليه؟ ثواني يا ساره، شوف الموضوع ده ازاي. يعني الحكومه ماليه الشركه عندنا؟ هما مش عارفين جايين عند مين؟ انا جاي حالا. وقفل معاه. حكومه ايه وليه يا بابا؟ خير؟ في حاجه حصلت في الشركه ولا ايه؟ مش عارف يا ساره، انا رايح بشوف الموضوع ده، انا لازم اخرج حالا. يلا بينا، انا جاي معاك يا بابا، هنروح ونشوف الموضوع فيه ايه. وكان نازل زين على السلم. هاجي معاك انا كمان، ما ينفعش اسيبك لوحدك. لا يا زين، خليك انت هنا جنب عش. صقري معايا اهو، وعش محتاجه لك اكتر مني. هما معايا هنا يا بابا، وانا هاجي معاك نشوف المشكله دي ونلاقي حل مع بعض. زين، بابا معاه حق، خليك انت معاش وانا وبابا وصقر هنروح نشوف في ايه. طيب يا ليس، خلاص ماشي، بس ابقوا طمنوني لو في حاجه هجيلكم على طول. خلاص ماشي. يلا بينا بسرعه يا بابا. وخرجوا بسرعه، ركبوا العربيه وهم قلقانين قوي. كل حاجه عندنا ماشيه قانوني، ليه الحاجات دي حصلت؟ مش فاهم. وعايزين ايه؟ هنعرف يا ليس اهو، انا كمان مش فاهم اي حاجه، بس في حاجه كده جت في بالي. مفيش حاجه يا بابا، ان شاء الله اطمن. المهم ان احنا رايحين وهنشوف في ايه، ولو في حاجه هنحلها، بلاش تشيل هم. وفي القصر استرها من عندك يا رب. يا ماما اهدي، اطمني، اكيد مفيش حاجه، بلاش خوف يا جماعه. انت عارفه يا روح، المصايب لازم تيجي علينا من كل حته، مش شايفه بنفسك؟ بلاش تقولي كده، ولا مصايب ولا حاجه، كل حاجه بتعدي والله. ما تخافيش يا عيش، مهاب والشباب قادرين يحلوا اي حاجه، وانت عارفه ده. عندك حق يا طنط عبير، بس ربنا يسترها بقى من عنده، الواحد مش مستحمل. وطلع زين لعيش. ايه يا زين، هو في حاجه تحت ولا ايه؟ في دوشه كده ليه؟ خير؟ لا يا عيشه، مفيش حاجه، مش تشغليش بالك انت. زين في ايه؟ قولي. انا سامعه ان في حاجه، بس مش فاهمه في ايه يا زين، قولي يا حبيبي ايه. الحكومه في الشركه عند بابا ومش عارفين ليه. وصقر راح هو وليس معاه عشان يشوفوا. ايه ده؟ ليه كل حاجه في الشركه قانونيه على الاخر؟ هم عايزين ايه بقى؟ مش عارف يا عيش، لسه مش عارفين. بلاش تقلق، يمكن في غلط ولا حاجه، مش اكتر. يا رب يا عيش الموضوع يكون كده، ويكون مفيش اي حاجه. ونرجع عند مهاب. وصلوا الشركه ودخلوا. اهلا بيكم. خير؟ اظن حركه زي دي مش لطيفه، وخصوصا ان انتوا عارفين كويس قوي حجم اسم شركتي. وكل اللي انتوا بتعملوه ده ممكن يبوظ اي شغل. طبعا احنا عارفين يا استاذ مهاب، احنا جايين نشوف شغلنا. وايه بقى؟ خير في ايه؟ طالما جاي تشوف شغلك قولي. جالنا بلاغ ان في هنا مخدرات في الشركه. ايه الجنان ده؟ مخدرات ايه؟ انت شكلك مش عارف انت في شركه مين. مخدرات ايه وكلام فاضي ايه؟ احنا جالنا بلاغ، وعلشان كده احنا هنا للتاكيد يا استاذ مهاب، ولو سمحت من غير شوشره خلينا نفتش. تفتيش ايه؟ انت اصلا ما ينفعش تصدق التفاهات دي. استاذ صقر، انا بتعامل بمنتهى الهدوء وما عملتش اي حاجه، جاي كاني جاي زياره لاني عارف حضراتكم طبعا. طيب معاك امري بقى بالتفتيش؟ اه طبعا معايا، اكيد مش هاجي شركه زي دي وانا مش معايا امر. وريني بقى كده الاذن اللي معاك. وراح خد منه، وكان فعلا معاه اذن تفتيش. ادخل فتش واعرف ان البلاغ ده كاذب ومفيش اي حاجه حقيقيه. مخدرات ايه؟ انا متاكد اصلا من ده يا استاذ مهاب، بس زي ما قلت لحضرتك اني بعمل شغلي. تمام، اتفضلوا. وبداوا في التفتيش. اهدى يا بابا مهاب، هادي هو يا صقر. متضايق بس من الموقف اللي احنا فيه. ليس انت عارف احنا عندنا اجتماع مع مين النهارده؟ تخيل يجي ويشوفوا الجنان ده. عارف يا بابا، للاسف، والناس دي ما ينفعش تشوف الكلام ده خالص. وفضلوا يفتشوا في الشركه كلها لحد ما وصلوا المكتب عند مهاب. لقيتوا حاجه في الشركه ولا لا؟ الشركه كلها ما فيهاش اي حاجه يا استاذ مهاب، بس ناقص مكتبك. كمان مكتبي؟ انت اكيد شفت، لو في حاجه زي دي هتكون في مكتبي يعني. يا ريت تتعاون معانا اكتر. تمام، ادخلوا شوفوا لما نشوف اخرة الموضوع ده ايه، علشان بلاش تشوفوا انا حالا ممكن اعمل ايه. ودخلوا المكتب وبداوا يفتشوا فيه. الاجتماع بتاع النهارده مهم قوي مع ناس مهمين. وخرج الضابط. ايه؟ اكيد ما لقيتش حاجه طبعا، بس خربت لنا الدنيا هنا. ايه دول يا استاذ مهاب؟ ايه ده؟ في مكتب حضرتك يا استاذ مهاب، انا اللي بسألك مش انت اللي بتسألني. شنطة مخدرات في مكتبك وفيها كل ده، يبقى ايه؟ دي مش بتاعة بابا. امشوا من هنا احسن. لا والله مش بتاعة ابوك. مش ده المفروض مكتب باباك برضو ولا ايه؟ اه مكتبه، بس مش شرط تكون ليه، واكيد حضرتك عارف ان اي شخص ناجح ليه اعداء. استاذ صقر، ده كله هيبان في التحقيقات وكل الحاجات دي. بعتذر منك يا استاذ مهاب، بس لازم تيجي معانا وتفضل على ذمة التحقيق 4 ايام، وبعدين تتحول على النيابة. ايه؟ الحاجات دي مش ليا ولا حتى اعرف عنها حاجه، انت ازاي تفكر كده اصلا؟ ده اللي هيحصل يا استاذ مهاب، اكيد انا مش في ايدي غير كده. لا بابا مش جاي معاكم، اولا هو مش كده. ولا حتى يعرف اي حاجه عن الشنطه دي، وكل اللي بيحصل ده ما ينفعش، وكل ده مهزله ولازم تقف. حضراتكم ما ينفعش كده، المفروض يكون في تعاون. انا مش قابل خالص اللي بيحصل ده. خلاص يا شباب، هو بينفذ شغله. يلا يا حضره الضابط. هو ايه اللي يلا يا بابا؟ ما ينفعش خالص، انت مش رايح في حته. ليس، هنشوف الحوار ده هناك. كل حاجه قانونيه، وهم لقوا المخدرات، واكيد التحقيقات وكل حاجه هتبين ان الشنطه دي مش بتاعتي اصلا. طيب حضرتك، انا مش هكلبش ايدك ولا اي حاجه، هتيجي معزز مكرم في عربيتك ورانا. تمام، يلا بينا. وخرجوا كلهم ركبوا العربيه. لا يا بابا، انت مش هتروح في حته، وانا هثبت انك بريء وملكش دخل باي حاجه من دي. ولو معرفتش الاقي دليل هقول ان الشنطه دي بتاعتي. صاري بلاش جنان، ايه الكلام ده؟ ازاي يعني تعترف بحاجه اصلا انت ما عملتهاش، ولا حد فينا عملها، ونسيب المجرم الحقيقي بره كده يستمتع بحياته؟ احنا لا يمكن نسيبه ابدا كده، هنعمل كل حاجه وهنقدر عليها يا بابا. عمري ما هشيل هم وعيالي في ظهري. ما تخافوش، الحقيقه هتظهر.
ووصلوا القسم ودخلوا. يلا مش انت يا صقر انت وليس، وجودكم هنا مش هيعمل حاجه، وخلي روح تمسك القضيه. حاضر يا بابا، والله العظيم هجيب لك حقك وهظهر الحقيقه. ما ينفعش اصلا تتحول على النيابه، اوعدك قبل ما تتحول هيكون الدليل موجود. واثق فيك يا صقر، انا عارف ان في ظهري رجاله وانكم معايا على طول. حضرتك انت مش هتكون وسط المجرمين، احنا هنخليك في زنزانه فاضيه تماما. تمام يا حضره الضابط. يلا خدوا يا عسكري. وخدوا مهاب. انت لازم تعرف ان الحاجه دي هو ملوش دخل بيها. تمام يا استاذ صقر، هيظهر كل حاجه في التحقيقات، ان شاء الله نوصل للحقيقه على طول. تمام. وخرجوا هما كمان من القسم. كل اللي حصل ده ما ينفعش خالص بجد. هنعمل ايه يا صقر؟ احنا هنسكت على اللي حصل ده؟ انت عارف ان احنا لو معرفناش نثبت الحقيقه هيحصل ايه؟ لا مش هيحصل، وهنثبت الحقيقه كلها وان هو بريء. لازم بس نفكر المصيبه دي جت منين. عندك حق يا صقر، احنا لازم نعرف اول حاجه مين اللي عمل كده. بس انت عارف ان كل الناس بتحب ابويا جدا. عندك حق، بس برضه هنلاقي فيها اعداء مش باينين او عاملين نفسهم احباب وهم اصلا اعداء لينا. اه صح، استنى. عدلي. انت نسيت عدلي ولا ايه؟ معقول يكون هو اللي عمل كده؟ اه صح، هو اللي ممكن يكون عمل كده ويجي منه ده طبعا. احنا لازم نروح نشوف ايه الحكايه معاه ونشوف كل حاجه. يلا اركب يا ليس. ماشي يا صقر، يلا بينا، احنا ما ينفعش نسكت ابدا، ده حقير اصلا. تمام يا ليس، هنعرف كل حاجه، هو مش بيلعب مع عيال، بيلعب معانا احنا. وفعلا راحوا وساقوا لغايه الفيلا بتاعته ووصلوا ودخلوا وخبطوا عليها. فين عدلي؟ خليه ينزل هنا يشوفنا. حضرتك مين وعايزين ايه منه؟ هو مشغول خالص ومش فاضي. قولي له ينزل لنا والا احنا هنطلع نشوفه ونعمل معاه الصح على الاخر. طيب يا فندم ثواني، هطلع اديله خبر انكم موجودين تحت. وفعلا طلعت. ايوه في حاجه ولا ايه؟ قولي. في ناس تحت عايزينك يا استاذ عدلي، شكلهم كده متعصبين قوي. لا ما تخافيش، دول ناس اليفه قوي كمان. انزلوا لهم هيخلص التليفون اللي في ايده ويجي لكم. تمام يا استاذ عدلي، هبلغهم حاضر. وراحت نزلت لهم. فين الاستاذ؟ منزلش ليه؟ اوعى يكون مشلول مثلا ولا حاجه ومش هيعرف ينزل. حضرتك هو معاه مكالمه، هيخلص التليفون اللي معاه ونزل لكم على طول. اه مكالمه، قولي بقى كده. وطبعا البني ادم فضولي قوي، مش كده يا ليس؟ اه يا صاري، طبعا الفضول دوت بيكون هيجننا طبعا وطلع طبعنا. ده البني ادم اصلا ايه غير فضول. يبقى احنا نطلع ونشوف ونسمع بنفسنا، حتى نشارك معاه المكالمه، مش كده يا ليس ولا انت ايه رايك؟ اه يا صقري صح، هو في كلام بعد كلامك؟ استنى يا استاذ، انت وهو ما ينفعش خالص كده، هو مشغول فعلا. اقفوا، انتوا عايزين تقطعوا اكل عيش ولا ايه؟ وراحوا طلعوا العدلي وزقوا الباب. ايه ده، انتوا ازاي تدخلوا كده؟ وفي حاجه اسمها ذوق مش عارفين عنها ولا ايه؟ لو فاكر يا عدلي انك ممكن تدمر حياه مهاب الحديدي تكون غلطان. انا عملت ايه؟ هو انا جيت جنبه؟ ما انا ساكت اهو. ولا حتى دخلت اي مناقصه هو دخل فيها. ايه لازمه الكلام ده؟ هو رمي بلا على الناس؟ مش احنا يا عدلي اللي نرمي بلا على حد، لا خالص، مفيش الكلام ده. انت لازم تصلح اللي انت عملته، انت فاهم ولا لا؟ عملت ايه؟ انا ما عملتش حاجه اصلا. انت بتقول ايه؟ وايه الكلام الفاضي ده؟ انا مش فاهم منك اي حاجه بجد. انت فاهم كويس قوي وفاهم وعارف انا اقصد ايه بكلامي ده. بلاش تلف وتدور، قول الحقيقه احسن. انا فعلا ما اعرفش حاجه، وما اعرفش انت وهو بتكلموا على ايه، وما عملتش حاجه. انا واحد مشغول في شغله، مش فاضي لاي حاجه اصلا. طيب يا عدلي، بس اعرف ان احنا هنعرف نجيب دليل ونظهر الحقيقه، وانت اكيد عارف ان دي مش صعبه على صقر الراوي. يلا بينا يا ليس. يلا بينا يا صقر، لان احنا مش هنسكت يا عدلي. اوعى تفكر ان اللعب معانا سهل. وخرجوا من عنده ركبوا عربيتهم. تفتكر مش هو يا صقر اللي عمل كده؟ مش عارف يا ليس، بس اكيد الفتره دي هو العدو الوحيد لينا ومفيش حاجه تانية. عندك حق، بس مش عارف، يمكن ليه اعداء تاني ولا حاجه يا صقر. عندك حق، بس برضه هنحط عدلي في القايمه الاولى ونحاول نتاكد اكتر يا ليس. ماما لو عرفت اللي حصل ده هيكون صعب عليها قوي، مش هتقدر تستحمل. مش عارفين هنقول لهم ايه بجد، الموضوع صعب قوي قوي. وعند عدلي كان قاعد وعمال يضحك ضحكه خبيثه قوي. من عدلي برضه استنى لحد ما اصيب الهدف.